طيب نروح لإمبي، وزي ما قلت في بداية الحلقة النهارده الحلقة كلها تقريبا عن المشاكل القضائية والاقتصادية والمالية. إمبي بيهدد الأهلي بمستحقات وليد سليمان. نادي إمبي أرسل النهارده النادي الأهلي فاكس رسمي بفلوسه المطلوبة لوليد سليمان ويقدرها ب3 ملايين جنيه، وإلا سيبتدي أو هيقوم بإجراءات قانونية ضد النادي الأهلي. بعت انذار والتاني، وحتى الان لم يسدد النادي الاهلي 3 مليون جنيه بقيه فلوس وليد سليمان ده من جانب نادي إمبي. وزي ما بقول لكم النهارده كمان برضو انذار بترولي لنادي الزمالك، يمكن برضو في موضوع اسلام عوض دي 6 مليون جنيه لم يسددوا حتى الان. برضو نادي إمبي برضو بيبعت او هيحرك دعوه قضائيه برضو على نادي الزمالك لو ما سددش هذه الارقام. زي ما قلت لكم النهارده يمكن يوم القضاء او يوم الفلوس، كميه شكاوى النهارده عندنا تقارير برضه هنجيبها لكم دلوقتي، ولكن خليني ده كان إمبي زي ما قلت لكم بيشتكي الاهلي والزمالك اللي هم اكبر قوتين حاليا في مصر، او مش حاليا طول عمرهم، ولكن ازمات الماليه تتوالى على الانديه الكبيره. وعايز اقول ان اعتقد الموسم الجاي فلوس اللعيبه هتقل بشكل كبير جدا، وده واضح وصريح لان في انديه كتيره في الدوري حاليا انا بقول لكم سنه وهتصفي مش هتشتغل تاني خلاص. في انديه كتيره مش هقول مين، ولكن في انديه كتيره مش جماهيريه هتبتدي تصفي فرقتها وهتبتدي تبيع فرقتها، وهتبتدي اللعيبه اللي بتخلص عقودها هيسيبوهم. واحنا مش ابتدينا نشوف انديه كتيره كده دلوقتي اللعيب اللي بيخلص عقده وما بيجددوش معاه، فبالتالي مش هيبقى في الارقام اللي كنا بنشوفها 7 و8 و6 و5. اعتقد الكلام ده هينتهي تماما السنه الجايه، هتبتدي الامور ترجع لطبيعتها ب1 ب2 ب3 ماكسيمم، وده يمكن اعتقد ده يبقى الماكسيمم 3 مليون جنيه. بعد كده خلاص مفيش بقى اللي هي المبالغه الغريبه وان انا عايز زي مش عارف مين، الكلام ده مش هيبقى متواجد لان مفيش انديه هتقدر، وانديه الشركات او الانديه اللي انا بقول لكم اللي مش هتقدر تدفع هذه الفلوس بعد كده، وهتنزل من قدراتها الماديه بشكل كبير وهتضع سقف. يمكن شفنا السنه دي وادي دجله مشى 13 لعيب، شفنا الجونه كل اللعيبه العقده انتهت ما جددتش معاه. الاتحاد عنده مشاكل، يعني كل الانديه مقصه حتى الان لم تحسب مصير كابتن طارق يحيى، وده بيدي اجراس وعلامات برضه ممكن يكملوا او لا، الله اعلم. ولكن الدنيا في الكوره في مصر كلها فيها مشكله، اللعيبه بتاخد فلوس زياده عن اللزوم او ارقام كبيره جدا، والانديه ما عندهاش العائد اللي يكفي هذه الملايين انها تدفع، وده هيبان في الفتره القادمه كمان اكتر بكتير. خلينا نروح النادي الاسماعيلي برضه، نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن النادي الاسماعيلي. 3 اخبار نتكلم عليهم بسرعه جدا